بالنسبة لتحديث نسخة الايفون، التحديث ده اللي هو فيرجن من 9.95. التحديث ده اتحل فيه كل المشاكل اللي كانت موجودة في النسخة، من مشكلة التهنيج بقى لمشكلة ازاي تخفي شات او كلام من هذا القبيل. هنشوف دلوقتي كل الحاجات اللي موجودة في النسخة، ولو انت قابلتك اي مشكلة في النسخة يعني اسمع الفيديو لغاية الاخر بحيث تعرف يعني المشكلة اللي عندك هتلاقيني قلتها في الفيديو، فبالتالي هتعرف الحل بتاعها بدل ما تدخل تكلمني وتلاقي يعني كذا حد بيخش يكلمني على نفس المشكلة او مشكلة معينة، وانا اصلا بكون ذاكر المشكله دي في الفيديو اي حلها بيكون عامل ازاي. فانت كل اللي مطلوب منك ان انت تركز في الفيديو وتسمعه لغايه الاخر وما تجريش حاجه، بحيث ان انت تبقى فاهم كل اللي بيتقال في الفيديو وتعرف المشكله بتتحل ازاي. مبدئيا احنا عندنا مشكله اخفاء الشات، دي كانت موجوده في الفيرجنات القديمه. لو جيت ضغطت على اي شات من بره ضغطه مطوله هتجيلك القايمه اللي هي فوق دي، تضغط على الثلاث نقط اللي هنا عندك هتلاقي كلمه اسمها هايد شات، انت ممكن تخفي الشات بتاعك منها. تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ لو طلعنا لفوق شويه كده وخلينا الشكل يبقى من فوق بالمنظر ده وجينا ضغطنا على كلمه شات هتظهر لك الكلام ده كله، ان انت تقدر تخفي الشاتات اللي عندك بان انت تعمل لها نقش او باسورد او اي حاجات. وطبعا من هنا الارشيف، طبعا تقدر تارشيف اي شات عندك. طبعا لو جينا نفتح اي شات في النسخه هتلاقي ان علامه الطمس تشتغل معاك عادي جدا. لو ضغطت ضغطه مطوله على المسج هتلاقيها شغاله، كل الاضافات بتاعتها شغاله وتقدر تعدل على اي مسج انت حابب تعدل عليها ومفيش اي مشاكل خالص. تمام. طيب دلوقتي لو جينا ضغطنا ضغطه واحده بس على المسج هتجيلك البابل اللي انت شايفه قدامك دي. نطلع بره ثواني نشوف بس الايموجي الاول، هتلاقي الايموجي زي ما انت مش شايف كده كله ايفون. وبالنسبه لخط الايفون اللي احنا محتاجين نشوفه ده، انت كل اللي عليك اللي انت تفتح الاعدادات من هنا، هتجيب كلمه سيتنج، بعدين هتجيب كلمه ام بي، بعدين هتجيب مثلا اذر سيتنج، بعدين اف ام مود، وبتقلب النسخه انجلش الاول هنا. تمام. لازم تكون قالب النسخه انجلش. تمام. وبقيه الاعدادات ديت يعني طبعا انتوا كلكم عارفينها، اللي هو البلور ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب لو جينا مثلا نجيب الاشعارات من هنا، تقدر تفعل الاشعارات بحيث ان لو في حد اونلاين يجي لك اشعار ان هو اونلاين. حد مثلا انت بعت له مسج وهو شافها بيجي لك اشعار ان الشخص ده شاف المسج. مش حابب كل الكلام ده بتقفلها كلها عادي جدا. حابب ان حاجه بس او اتنين هما اللي يظهروا لك بتفعل وتقفل كله وتسيب الحاجه دي زي ما انت ماشي. اما بتقفل كله فخلاص كله بيتقفل معاك عادي جدا. طيب لو جينا نشوف بقى بقيه الاعدادات، عندنا البرايفسي، عندك طبعا تقدر تخفي الظهور. وبقيه الاعدادات طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عنها لان مفيش حاجه جديده اتحطت فيها، هي زي ما هي. وبالنسبه للسمات تقدر تركب سيم من عندك في الجهاز، بس يكون يعني تكون مراعي ان هو يكون بيشتغل على نسخه الايفون اللي هي الام بي، يعني مش اي سيم هيشتغل على النسخه. هتيجي على اليونيفرسال من هنا عندك بقى الستايل، تضغط عليها وهتفعل الايموجي. تمام. هو كده بيكون متفعل تلقائي. بتيجي على الفونت ستايل من هنا بيجيب لك كل الخطوط اللي موجوده في النسخه. تمام. لو طلعت فوق شويه هتلاقي كل الخطوط يعني اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده في النص، ايفون وغير ايفون. تمام. مش حابب تعمل كده فانت ممكن تدوس على كلمه كاستم فونت، ان انت ممكن تجيب خط من جهازك وتشغله على النص. تمام. ده بالنسبه لموضوع الخط. حلو. طبعا بقيه الاعدادات طبعا كلنا عارفينها وما فيهاش اي اختلاف وما فيهاش اي جديد. من ناحيه الهوم سكرين فده برضو نفس الاعدادات زي ما هي، مفيش اي حاجه اتحطت جديده، كل حاجه زي ما هي. بل كل المشاكل اللي كانت بس موجوده في النسخه، مشكله التهنيج وان النسخه كانت بتتحرق والكلام ده كله، كل ده اتحل. طيب لو انت عايز تعرف الباكج اللي عندك او الحزمه اللي عندك هي متحدثه لاخر فيرجن ولا لا، بتفتح الاعدادات وتطلع لفوق، بتجيب كلمه انفو بتدوس عليها، بيجيب لك كل معلومات النسخه بتاعتك بحزمه ام بي. تمام. والباكج بتاعها 9.95. تمام. نرجع بقى خطوه لورا بحيث نجيب الصفحه الرئيسيه من تاني. عندك بقى كلمه مور، دوس على كلمه مور اللي هي فوق خالص على الشمال، تظهر لك القائمه اللي انت شايفها قدامك دي. من هنا تقدر تغير السمات، ومن هنا تقدر تخفي الشات، وهنا تقدر تقفل النت عن النسخه بس. تمام. وبقيه الاعداد طبعا اللي هو دي بقى دي اهم، يعني دي اهم واحده فيهم، اللي هو لو النسخه مهنجه معاك لو انت ضغطت على ديت بتحل لك كل المشاكل وبترجع لك كل الاعدادات الافتراضيه اللي كانت موجوده في النسخه دي، بترجع لك النسخه زي ما كانت وبتشغلها لك احسن من الاول. علامه القلم طبعا لو انت عاوز تكلم رقم مش متسجل، ولو انت عاوز تحدد رقم وتحفظ مسجات وكلام من هذا القبيل. بس على ما اعتقد دي كل الحاجات اللي موجوده في النسخه، او دي كل الحاجات المهمه اللي كانت المفروض انها تتقال في النسخة. طبعا رابط التحميل انا هسيبه لك في وصف الفيديو، وكل الروابط اللي انت هتحتاجها هتكون في وصف الفيديو، ورقمي هتلاقيه برده في وصف الفيديو. لو انت احتجت اي حاجه او عندك اي مشكله انا ما قلتهاش في الفيديو تقدر تكلمني وهحلها لك باذن الله. وبس كده، سلام.